نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله تقبلوا تحياتي غر وادي المسكني النجم التونسي الكبير سمع على طول يتدخل. نشوف رافينيا المهارة والمتعة مع باريس سان جيرمان مع برشلونة النجم الكبير انطلاقة تانية على طول اوه في مساحة جميلة. النادي العربي كسب النادي الكبير ايضا كان له الرصيد الكبير من التهديف. ادي يوسف المسكني مايسترو وميزان كرة القدم في النادي العربي ولكن في صفارة من سعود العزبة تصطدم في ظهر سعود هياخدها تاني اقصى اليمين وادي الانطلاق على طول بيتحرك سيكو ولكن ارون يا ولد يا ولد لا مش معقول مارادوني يا ولد مارادوني عويراني يا ولد مارادوني عويراني يا ولد ايه ده ايه الروعه دي وايه المتعه دي والشاشه من الجميع. نعم هو فات الشاشه يا ولد المسكني النمس التونسي كمان ده واحد من اصحاب المهارات والقدرات الخاصه. الهدف جميل يزن النعيمات يدون في أفضل الأهداف الفردية في كرة القدم العربية ليس فقط هنا في قطر. أحد عناصر الخبرة في المباراة وفي النادي العربي ضربة الحرة عالية فوق ولكن إلى ضربة المرمى. يوسف المسكني أخفق في التوجيه لكن تمركزه كويس وراح للكرة كويس لكن التوجيه ما كانش كويس. وارون برضو اقنعه ان ممكن ما يصوبش فلتضيع فرصة هدف تاني للنادي الاهلي. يوسف المسكني الخطورة على النادي العربي كتير لابد من تدارك الموقف وبسرعة. انطلاقة تاني يا ولد لكن تطلع برا. ادي رافينيا ماتش حلو ماتش جميل ولسه يوسف المسكني 1 على 1 مع محمد عبد الله ولكن تطلع برا الى خارج الملعب. محمد عبد الله اسحاق غايب جاسم جابر من النادي العربي. ابراهيم ناصر كلا للايقاف وموجود البديل مارتينيز الاسباني قاعد احتياطي عنده شد خفيف في العضله الخلفيه عشان كده رجع ارون الايسلندي في قلب خط الظهر فراوغ لغايه لما راحت الفرصه طبعا على النادي الاهلي وعلى عبد الرشيد. يوسف المسكني مرة ولا مرة بيحاول يعدي ويمر لكن زحمة وزيادة عددية ولمسة يد. قطرية أقصى اليمين عند يزن النعيمات استلامها كان زيادة شوية بيقاتل المسكني لكن في تغطية جميلة الحقيقة في الوقت المناسب. أنا حاسس إن لعيبة العربي مشغولين بإن الكرة لما تجيلهم هيعملوا إيه. لازم ينشغلوا شوية الكرة لما تروح منهم برضو لازم يعرفوا هيعملوا ايه. عظمة في القطع المريسي ضغط قوي حكم يقول العب الالتحامات ماشية تمام تصويبة تاني نعيم يزن النعيمات. نعم ممثل للنشامة هنا في الدوري القطري هنا العميد يضرب بيد من حديد. النادي الاهلي برضو الجبهة اليمين المساحة اللي ما بين هلال محمد وارون مساحة خضراء تماما يا اما يكون بره خالص لان لو بدأ المباراة واصيب تاني هيبقى تبديل واحد لكن لو كان بديل ونزل يوسف المسكني ولكن سهلة قوي مش واخد راحته مش مدينه راحته. بص رشيد راجع لغاية فين. الحقيقة لعيبة النادي الاهلي يعني احساس بالمسؤولية. احمد فتحي امامية على طول يوسف المسكني شوف ثلاثة قافلين عليه ازاي. شوف الكلام لاعب ليفانتي الاسباني سابقا وسبورتنج براغا من قبل. شوف لعيبه النادي الاهلي يا جماعه عاملين ماتش فلما رفع قال له خلاص سوري بعتذر لك. ادي يوسف المسكني يا ولد لعيب لو عدت يا سلام لو عدت يمين ويرجع شمال في زمن قليل في مساحه قصيره كانت قدرات خاصه. المسكني عدى ومر النمس سلام على علي القادري. سفيان هني حطت نص ملعب محترمه فوكوفيتش ودي فاول وانذار على فوكوفيتش. هلال محمد بيقول للحكم خلي الفار يقول لك على ضربة الجزاء اللي كانت لينا من شوية او احنا عايزينها. من جديد المريسي على طول الى رافينيا حطها في المساحة يا جماله سومة عايزة سرعة ادول لا عملوها. من هنا كانت البداية هنا الانطلاق والتحرك الجميل هنا شوف اقتحام منطقة الجزاء. شوف المريسي فين يا ولد العربي يضغط ويقلص الفارق ليس فقط. ادي الانطلاق على طول الامامية محمد هلال كعب رجل يا سلام على السومة
يا سلام على السومة وعظمة السومة وكعب رجل السومة. المساكني يا جماله يا جماله. النمس عدى عمر إلى عمر إلى عمر إلى عمر. إنه عمر. عمر يضرب. عمر يضرب وبقدم من حديد وبيد من حديد ويعود ويعيد العربي إلى المباراة من جديد. نعم عمر السومة يوسف المساكني. جاء التواصل فجاءت العظمة على عظمة للنادي الأهلي وهدفين للنادي العربي. شوط ممتع، شوط جميل، شوط كامل الأوصاف. نتمنى استمرار في أحيان كثيرة في مباريات أخرى، منهم واحدة كان فيها شك كبير انها تكون ضربة جزاء لصالح العربي، ولكن حتى الفار قال لا مفيش حاجة. يوسف المساكني ما بعدش كتير عن الكورة، يدوب 3 ياردات بل ياردتين يسجل يوسف المساكني الهدف الثالث ليعيد العربي إلى ما يتمناه، ليجعل للنادي العربي مكانه وهدف ثالث. تصبح النتيجة 3-2 وصورة في حد من النادي الترجي يبدو أنها رسالة يرسلها يوسف المساكني لمن يهمه الأمر، وهدف للنجم التونسي الكبير. 3-2. الشوط الثاني هدف للنادي العربي، والآن العربي فاز على الغرافة والسلية وأم صلال، وفي الطريق لفوز رابع على التوالي على النادي الأهلي انتظارا لمباراة الوكرة القادمة. التليفونات المحمولة، يتابع قنوات الكأس باستمرار وده شيء يسعدنا طبعا بشكل رائع. عدى رافينيا، عدى البرازيلي، عدى الموهوب، عدى نجم باريس سان جيرمان، نجم برشلونة، الى المساكني النمس صاحب الهدف الثالث، الى رافينيا. ولكن الشمال اللي فاز على نادي الاهلي الجولة اللي فاتت 1-0 يتقدم بهدف التعادل امام الوكرة. انطلاقة تاني من جديد، فرصة الرابع، ولكن يازن احمد فتحي خلصها ابو حميد الى رافينيا. الباص بطيء قوي. تعود من تاني المساكني النمس، خلصها بعد ما درسها، و2-0 الى التقدم حتى الان 3-2. انطلاقة تاني من جديد يا ولد على المساكني، على طول الى المريسي، ولكن الضغط عليه تاني المريسي. عينك على الكرة وعلى المنافس، وما تقفش في ظهره ولا في صدره في الكرات الجانبية، تقف في اتجاه المرمى بتاعك. نادي الوكرة يعود ويتقدم، وهدف تاني للوكرة على نادي الشمال. وتركيز المرحلة اللي جاية، يوسف المساكني بدأ يتحرك في مساحة أكبر. سفيان هاني تعدي على طول ناحية اليمين في مكان جميل جدا. المساكني يا لعيب. المساكني بيلعب باسكت وبيحط ثلاثية بإيديه مش برجليه. ايه الروقان ده يا رايق يا واد انت يا رايق. مع تقدم حارس مرمى النادي الاهلي ياسين نعيم، يوسف المساكني كأنه بيعمل ثلاثية كرة سلة بإيديه، ولكن العارضة تحرم النادي العربي والمساكني. ثم قطر ثم المرخية والشمال. اتفقنا حاجة عظمة الحقيقة مقارنة بسنوات سابقة. ادي تغيير اتجاه اللعبة اقصى اليمين، نفس كواليتي ولا امكانات السد ولا الدحيل، ومع ذلك هو ينافس وبقوة حتى اللحظات الأخيرة. رافينيا نجم البرازيلي عالية فوق، هو عملها الولد بل عملها ولد مين ده؟ راجل وسيد الرجال. تيكت ايزي. عاد العربي يا عزيزي. النمس يوسف المساكني يسجل الهدف الرابع ويضرب بالأربعة. تيكت ايزي. عاد العربي يا عزيزي. 4-3. الله بكل هدوء بكل ثقة. يوسف المساكني برجل الشمال، هدف آخر جمال، هدف يتقدم به العربي من جديد. شوف التاريخ الكبير اللي عند هذا اللاعب الكبير، سواء مع نادي الدحيل سواء مع نادي الترجي. اذا انذار لخلع القميص، ولكن اخلع براحتك يا عم، ابسط يا عم، ما تشيلش هم، اهي ماشيه معاك. اخر حلاوه، نعم اخر حلاوه. 13 هدف للنجم يوسف المساكني النهارده، خاصه هدفي يزن النعيمات، هدفين من اجمل وامتع ما يمكن. يا سلام على المساكني، الدفاع والهجومي، احراز الاهداف، من شخصيه العوده، من المهارات والقدرات الفرديه، من العمل الجماعي.
حاجات كتير، تحول من الدفاع للهجوم فردي وجماعي، اهداف ممتعه شفناها النهارده، خاصه هدف النادي الدحيل والعربي النهارده. مبروك لجمهور النادي العربي، مبروك لادارته وجهازه الفني ولاعبيه، قدموا مباراه كبيره، خسروا 2 عادوا بال3، تعادلوا بال3، عادوا وتقدموا بال4، بينما النادي الاهلي بدأ بقوه واستمر بقوه، ولكن اراده